السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه ستوري. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله زي ما حضرتكم شايفين نشتغل مع بعض غرزة البليسيه. شكل الغرزة أهو من الناحيتين حلوة جدا جدا وبتنفع مشاريع كتير. ممكن نعمل منها كوفية، ممكن نعمل منها طاقية، ممكن نعمل منها شال مستطيل، ممكن نعمل منها بطانية بيبي وحاجات كتير أوي. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الأحمر. كمان هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار الكل عشان يبقى كده الجرس اتفعل وأي فيديو جديد ينزل يجيلنا إشعار بيه. بتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم. نشوف هنحتاج ايه ونبدأ مع بعض إن شاء الله. قبل ما نبتدي حابب أقول على معلومة. لو هتشتغلي معانا الغرزة دي لازم تكوني متدربة كويس قوي على غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. وأنا الحقيقة شرحت الغرزتين دول في فيديو سابق قبل كده. اللي لسه ما شافش الفيديو هيلاقي الفيديو دلوقتي فوق على الشاشة، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. أنا هنا هشتغل بخيط هيمالايا ألبن مع إبرة ألومنيوم رقم 5. لكن طبعا انت مش شرط ان انت تشتغلي بنفس نوعية الخيط، ممكن تطبقي الغرزة دي على أي خيوط موجودة عندك مع الإبرة المناسبة ليه. هبتدي أول حاجة بسلاسل البداية. الغرزة دي بتحتاج عدد فردي من السلاسل. هعمل عدد فردي من السلاسل وابدأ اشتغل عليه. وعايز اقول على معلومة، وانت بتعملي سلاسل البداية لأي قطعة انت بتشتغليها بغرزة البليسيه اللي احنا هنشرحها مع بعض ان شاء الله دلوقتي، لازم تزودي عن المقاس اللي انت عايزاه حوالي 3 سنتي، لان الغرزة دي بعد ما بنشتغلها بتبدأ ان هي تلم شوية، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. هبتدي انا هعمل معاكم النهاردة عينة على 19 سلسلة. هبتدي ان انا اعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، وهبتدي اعد 19 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، هكملهم 19 وارجع لكم. خلصت 19 سلسلة اهو زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ دلوقتي ان انا ااسس سطر من غرزة العمود بلفة. احط ايدي كده على السلسلة الاخيرة وابتدي ازود 2 سلسلة للارتفاع بالشكل ده. هلف القطعة الابرة وادخل في السلسلة التالتة اللي هي السلسلة رقم 19 واعمل اول عمود بلفة. الطريقة العادية خالص بالشكل ده كده. هلف القطعة الابرة واروح على السلسلة اللي بعدها واعمل عمود بلفة بالشكل ده، وهكمل على كده فوق كل سلسلة هعمل عمود بلفة بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. انا هكمل بنفس الطريقة فوق كل سلسلة هعمل عمود بلفة وارجع لكم تاني. خلصت شغل على السلاسل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بقى معايا 19 عمود بلفة. هبدأ ان انا دلوقتي اشتغل اول سطر من غرزة البليسيه. هعمل ايه؟ هعمل سلسلة واحدة والف الشغل الناحية التانية، وابدأ ان انا اول دايما كده في الغرزة دي اول عمود واخر عمود في كل الاسطر بيبقى عمود بلفة عادي خالص. هلف الخيط على الابرة، هدخل كده في نفس المكان واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. عشان ابدأ الغرزة بتاعتي هعمل ايه؟ على العمود اللي جاي ده هشتغل عمود امامي زي ما اشتغلنا مع بعض في الفيديو اللي قبل كده. هلف الخيط على الابرة من الفراغ اللي قبل العمود ده، هدخل بالابرة كده، هطلع العمود فوق الابرة واطلع من الناحية التانية واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. العمود اللي بعديه اللي هو ده هعمله عمود خلفي. هدخل اهو بالشكل ده كده، هدخل بالابرة من هنا كده من ظهر الشغل اهو الفراغ اهو، هدخل كده اهو بالابرة من ظهر الشغل وأعدي الإبرة من الناحية التانية، بقى العمود على الإبرة من الظهر وأعمل عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. بقى عندي
عمود بارز وعمود داخل لجوه، وابدأ اكرر عمود امامي بالشكل ده كده اهو، وعمود خلفي بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. ابدأ اكرر عمود امامي بالشكل ده، عمود خلفي بالشكل ده كده. هكمل لآخر السطر عمود أمامي عمود خلفي وارجع له. أنا فضلت أشتغل زي ما حضراتكم شايفين، عمود أمامي عمود خلفي عمود أمامي عمود خلفي لحد ما قربت على نهاية السطر. آخر غرزة كنت اشتغلتها كانت عمود خلفي أهو، فاضل عندي غرزتين. هعمل على الغرزة اللي قبل الأخيرة عمود أمامي بالشكل ده، وعلى آخر عمود منساهوش هعمل عليه عمود بلفة، ادخل كده اهو واعمل عمود بلفة زي ما بدأت أول السطر. الشكل عندي بقى كده، بقى أول السطر زي آخره، يعني أول السطر بدأته بعمود بلفة وعمود أمامي، آخر السطر ختمته بعمود أمامي وعمود بلفة. السطر التاني بقى في الغرزة بتاعتنا هعمل ايه، وده ناخد بالنا عشان ده السطر اللي هيتكرر في كل الأسطر اللي جاي. هعمل سلسلة وألف الشغل الناحية التانية بالشكل ده، وأعمل عمود بلفة في نفس المكان زي ما اتعودنا بالشكل ده كده اهو. ندخل هنا كده ونعمل عمود بلفة بالشكل ده. لو انا خدت بالي هلاقي ان الشغل عندي ايه، العمود اللي كان عمود امامي في السطر اللي فات بقى في السطر ده اهو عمود خلفي، والعمود اللي كان خلفي في السطر اللي فات بقى عمود امامي. انا هعمل ايه، هلف الخيط على الابرة، العمود ده عمود خلفي دلوقتي قدامي، ظاهر قدامي كعمود خلفي، هشتغل عليه عمود خلفي بالشكل ده كده اهو، عمود خلفي عادي خالص بالشكل ده. العمود الامامي اللي هو ظاهر قدامي امامي اللي كان خلفي في السطر اللي فات، بس انا ماليش دعوه في السطر اللي فات، انا ليا دعوه باللي ظاهر قدامي دلوقتي. العمود اللي قدامي العمود الامامي هشتغل فوقيه عمود امامي بالشكل ده كده، وابتدي اكرر العمود اللي جاي ده عمود خلفي بالشكل ده كده اهو، والعمود اللي جاي ده عمود امامي بالشكل ده. العمود اللي جاي عمود خلفي بالشكل ده، والعمود اللي بعديه عمود امامي بالشكل ده كده بقى معايا بالشكل ده. هكمل لاخر السطر وارجع لكم تاني. انا فضلت اشتغل اهو زي ما حضراتكم شايفين، على العمود الامامي عمود امامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. فاضل عندي اخر غرزتين. انا اخر حاجة عملتها كانت عمود امامي، العمود اللي جاي ده عمود خلفي، هعمل عليه عمود خلفي بالشكل ده كده اهو، وعلى اخر عمود منساهوش هدخل كده في اخر عمود اهو تحت الحلقتين واعمل عمود بلفة بالشكل ده. زي ما بدأت بعمود بلفة وعمود خلفي، نهاية السطر بعمود خلفي وعمود بلفة، وابتدي اكرر. هعمل سلسلة وهلف الشغل واعمل عمود بلفة في نفس المكان اهو، ندخل كده في نفس المكان ونعمل عمود بلفة. العمود ده لو تفتكروا في السطر اللي فات اهو كان عمود خلفي، دلوقتي بقى امامي، هعمل عليه عمود امامي. يعني لو نلاحظ ان احنا سطر بيبقى معانا اول حاجة بنشتغلها عمود امامي، والسطر اللي بعديه بيبقى عمود خلفي، كده انا اتأكد ان الشغل صح. عملت عمود امامي على العمود اللي بعديه
عمود خلفي اللي هو اصلا السطر اللي فات كان امامي. بالشكل ده كده اعمل عليه عمود خلفي. على العمود اللي جاي عمود امامي. على العمود اللي جاي عمود خلفي. بالشكل ده كده هفضل اكرر كده وارتفع بالاسطر لحد ما اوصل بالقطعة للطول اللي انا عايزه. انا فضلت اشتغل بنفس الطريقة وارتفعت بكام سطر عشان تشوفوا شكل الغرزة معايا. لو جينا بصينا هنلاقي ان الغرزة دي شوية بتمط اهو. عشان كده بقولك لما تيجي تبدأي بعدد سلاسل لازم تبدأي بعدد سلاسل اكبر من المقاس اللي انت عايزاه، مثلا 2 سنتي او 3 سنتي، عشان ما تجيش بعد ما تخلصي القطعة تلاقيها كشت منك جامد فتتضايقي وتضطري تفكيها وتبدأيها من الاول. اهم حاجة بس واحنا بنشتغل ناخد بالنا نشوف العمود اللي احنا هنشتغله قدامنا عمود امامي ولا عمود خلفي. لو عمود امامي بنشتغل عليه عمود امامي، لو عمود خلفي بنشتغل عليه عمود خلفي. وده شكلها اهو من الناحيتين. دي كانت ورشة النهاردة وكان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروه مع اصحابكم عشان يستفيدوا زيكم. ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي تحت الفيديو في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. واستنوني ان شاء الله في افكار اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.